النهارده هنتعلم ازاي تعرف اذا كان الشخص ده اللي انت بعت له الميل شاف الميل ولا لا. اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه جميله جدا، والنهارده اكستنشن كمان جميل قوي من الاكستنشنز بتاعت جوجل كروم. بنعرف اذا كان الشخص اللي انا بعت له الميل ده شافه ولا لا. يعني هنا مثلا انا بعت ميل لواحد صاحبي، فبيظهر علامتين صح شبه الواتساب كده اللي هو ايه has read your message، اللي هو شاف المسج. فالموضوع جميل جدا وموضوع لطيف فعلا قوي يعني. فالاكستنشن دي هنشوفها دلوقتي مع بعض. نروح على كروم اكستنشنز ونيجي على ويب ستور ونبحث عن حاجة اسمها ميل تراكر. أول واحدة تطلع فوق ندوس عليها. هعمل لها ريموف عشان أوريكم ازاي بس بتتركب هي، لكن هي أصلا أنا اوريدي حاططها عندي. شلتها. دلوقتي هعمل اد تو كروم مرة تانية. عملنا اد للاكستنشن. هتلاقيه بيقول لك كونكت والجيميل. هنكونكت والجيميل هيقول لك اعمل ساين ان. طبعا عندنا اكتر من حاجه بفلوس، لكن احنا هنعمل ساين ان فور فري. وبعدين يقول لك روح للجيميل. هو قبل دي بيكون في خطوه ان هو يقول لك اعمل بس تسجيل بحساب جوجل. هو بس كده يقول لك روح للجيميل. نروح للجيميل. دلوقتي احنا في الجيميل هنا. حتى نعمل ريفرش عشان نتاكد ان الدنيا كلها تمام. هعمل ريفرش. هكتب مثلا السبجكت اللي انا دلوقتي لو لقيته العلامه دي معنى كده ان البتاع اتفعل فعلا. نكتب مثلا سبجكت ايه، تيست او لا تو. هبعت لواحد نفس صاحبي ده واكتب تيست فور يوتيوب مثلا. فهكتب اي حاجه جوه مش فارقه قوي وهعمل سند. كده معنى ان هو علامه خضراء بس وعلامه مش خضراء معناها ان هو لسه ما قراش المسج، بس المسج اتبعتت. لكن العلامه اللي تحت دي معناها ان هو قرا المسج او قرا الرساله فعلا. فبكل بساطه دلوقتي تقدر تعرف اذا كان الايميل اللي انت بعته ده اصلا اتقرا ولا لا، ودي حاجه مهمه جدا. فشكرا جدا ليكم دلوقتي وصاحبي قراه. فشكرا جدا ليكم المشاهده. ما تنسوش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير. واشكركم على الدعم المستمر. مع السلامه.